وكان عبد الرحمن الخطابي رفع الراية، والقسام في فلسطين رفع الراية، والشيخ أحمد. هي معركة امتدادية لكل مسجد يدرس في هذا الكون تحت راية سلطان جائر، وتحت راية سلطان لا يرى في المجاهدين إلا ذلك. عندما قالها قطز وإسلام ردت المأمور عن هذه البلاد. إذا لم تلتفوا حول الطوفان وحول المجاهدين فإن التاريخ سيذكركم. يقولها إن سورة الإسراء هي لوحده. هل سورة الإسراء الفلسطينية في القدس وحدها للمسلمين في العالم، لكل مسلم ومسلمة؟ نعم، إن هذا القرآن للجميع. وإن الشعراء الذين لا يكتبون على بحر غزة اليوم كل اعتداء على الأقصى والمقدسيين فجردت سيف القدس ثم أعدت خطتها وعدتها. ولقد خاضت غزة هذه المعركة بكل بسالة رغم الإبادة الجماعية ورغم مئات آلاف الشهداء والجرحى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إني للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا في هذا الزمان رجالا يرفعون رايات الجهاد ولا ينكسوها كما نكست بالأمس من أنظمة ومن دعاة للتطبيع. فكان الطوفان، وأي عنوان لهذا الطوفان؟ هل كان عنوانا لشيء غير الأقصى؟ فلو كان طوفانا لغير الأقصى لما كان في قلوب وعقول وأفئدة كل البشر الأحرار والمسلمين بالذات. إن الجهاد في سبيل الله لم يولد اليوم، ولكنه امتد من الفجر الأول للإسلام، من فتح القدس الأول، من العهدة العمرية التي أصبحت دستوراً للإنسانية جمعاء. ولكن أبناء هذه الأمة أهملوها فترة من الزمن، ولكنها بقيت حية في قلوب الأحياء من المجاهدين والعلماء والمفكرين، وكل حر في هذا العالم يقدر هذه الأمة. إن طوفان الأقصى هو طوفان ليس فقط سياسياً أو عسكرياً، ولكنه طوفان علم وطوفان اجتهاد في الفقه والدين، ليقول لكل من انحرفت بوصلته إن الأقصى اليوم أسير، كما هو الشعب الفلسطيني أسير، وكما هي الأمة العربية والإسلامية أسيرة لأنظمة لا ترى في فلسطين إلا هذا الكيان الذي أصبح اليوم يعتبر نفسه قوة إقليمية يخافون منها ويخشونها. ولكن جاء رجال الله من غزة ومن كل الأقطار الذين يؤمنون بهذا الجهاد ليقولوا لهذا الكيان إن الطوفان سيحقق نصر الله إن شاء الله. إن الطوفان لم يبدأ بحريق الأقصى، إن الأقصى حرق وأشعلت فيه النيران قبل أكثر من نصف قرن، ولكن المعركة على المساجد أيها الحاضرون الكرام منذ الأول للاحتلال البريطاني وثورة البراك كانت من أجل الأقصى، ومن أعدم الإعدامات الأولى كان من أجل الأقصى، وبقيت قضية الأقصى حية في قلوب الشعب الفلسطيني وأحرار هذه الأمة. فجاء القسام من سوريا ليقول للأقصى أنك لست فلسطينيا ولكن عربيا مسلما إنسانيا. إن الطوفان اليوم ورسالته لعلماء هذه الأمة: قولوا لمن تسربل بالعلم الزائف ومن خضع لراية التطبيع وسار في ركب هذا التطبيع إنكم لم تحرفوا البوصلة. في الجزائر كان هناك بعض الزوايا التي أعطت شرعية للاحتلال، ولكن المجاهدين الأصحاء الحقيقيين قالوا للاحتلال فرنسا والاستعمارها نعم للجهاد. فكانت الجهاد في الجزائر عنوانا دينيا خالصا، بوصلة إسلامية. فطوى التاريخ
هؤلاء الذين أعطوا شرعية للاحتلال، ورفع الله بهم ذكر الجزائر من جاهد في سبيله، فأصبحت ثورة الجزائر ثورة المجاهدين، ونسأل الله أن تبقى كذلك، ويبقى الشعب العربي والمسلم بوصلته كما كانت بوصلة الجزائر. كثيرا من العلماء في الهند قالوا لا للجهاد وما هم بعلماء، وأصبحت هناك فرق تدعو إلى إنقاص أو إلغاء فريضة الجهاد، ولكن أين هم وأين العلماء الذين خاضوا الجهاد في ليبيا؟ كان عمر المختار رفع الراية، وكان عبد الرحمن الخطابي رفع الراية، والكسام في فلسطين رفع الراية، والشيخ أحمد ياسين رفع الراية، واليوم تلامذته يقودون هذه المسيرة ليقولوا للاحتلال ولهذه الدويلة المارقة المجرمة العنصرية: ما أنتم إلا فقاعة، لو كان للأمة وحدة لعلمائها ومجاهديها. إن معركة المساجد اليوم في فلسطين هي معركة امتدادية لكل مسجد يدنس في هذا الكون ويلغى فيه فكر الجهاد وفكر العطاء وفكر الإنسانية والعدالة. عندما يصبح العالم تحت راية سلطان جائر وتحت راية سلطان لا يرى في المجاهدين إلا ماركين وإرهابيين، فإن التاريخ سيدثره كما دثر كثيرا منهم. ولكن كلمة الله أكبر عندما قالها قطز وإسلاما ردت المغول عن هذه البلاد، وقالها صلاح الدين عندما وقف أمام أسوار القدس بأن القدس هي مسلمة طاهرة مطهرة، وطهر الأقصى قبل أن يطهر بماء الورد تطهر بدماء الشهداء من المجاهدين. وجاء الطوفان ليقول للعالم إن طوفاننا سيكون للأقصى عنوانا، كما كانت سيف الأقصى في عام 21 رسالة قوية لهذه الأمة: إذا لم تلتفوا حول الطوفان وحول المجاهدين فإن التاريخ سيذكركم. اطفئوا النيران، أحيانا النار لا يطفئها إلا النار، النار لا يطفئها إلا النار، وهذا ما قالته غزة. نعم هناك إبادة، ولكن هذه الإبادة ستنهض بهذه الأمة من جديد إن شاء الله بفضل الله أولا، ومن صار على درب المجاهدين عبر الزمان، وبفضل علماء هذه الأمة المجاهدين الربانيين الذين يقولون إن الجهاد فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. هل قال الفلسطيني يوما أو يقولها إن سورة الإسراء هي لي وحدي؟ هل سورة الإسراء للفلسطينية في القدس وحدة أم للمسلمين في العالم ولكل من وحد الله؟ هي قرآن يتلى إلى يوم الدين، هي لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، لكل مسلم ومسلمة. نعم إن هذا القرآن للجميع، ومن كان يلغي هذه السورة فقد ألغى نفسه من ملة الإسلام. إن الأقصى ينتظركم علما وينتظركم شعرا وينتظركم نثرا. إن آيات الجهاد واضحة صريحة لا لبس فيها، وإن الشعراء الذين لا يكتبون على بحر غزة اليوم وبحر الجهاد لا معنى للبلاغة في اللغة العربية. إن الوطن ينتظر كل أبنائه وينتظر كل إخوانه وينتظر أمته. إن الأقصى ينتظركم محررين، وينتظركم أن تغسلوه بماء الورد كما غسله صلاح الدين، ودماء الشهداء أزكى من كل ورد. نعم أعمارنا مضت في السجون، ولكننا كنا ننظر إلى القدس جوهرة الصراع في هذا الزمان، جوهرة التوحيد في هذا الزمان الذي انحرفت به بوصلة الأفكار شرقا وغربا. ابن القدس اليوم يحاصر في بيته ويحاصر في رزقه ويحاصر في صلاته، واليوم يدنسونه نعم، ولكن أقدام المجاهدين قادمة لتدوس هؤلاء الأنذال وهؤلاء المستوطنين كما داستهم جحافل صلاح الدين. وكل مجاهد في هذه الأرض ستكون بوصلته إلى القدس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، والنصر للإسلام والمسلمين وفلسطين. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة والسيدات، أيها الإخوة والأخوات، أيها العلماء، أيها الضيوف، حياكم الله جميعا في هذه المناسبة الأليمة وهذه الذكرى
الموجعة لقلوبنا أن يحرق المسجد الأقصى من حفنة من المارقين من البشر، وهو بقعة طاهرة من أطهر بقاع الأرض في قلب الأمة الإسلامية، ولا تتحرك هذه الأمة لنجدته ولا لنصرته ولا لتطهيره ولا لإطفاء حريقه. الذي أطفأ حريقه هم مجموعة من أهل القدس في غفلة من الأمة. ومعروفة القصة أن رئيسة الوزراء والدمائر كانت حزينة يوم علمت بإحراق المسجد الأقصى، كانت أكثر حزنا من أي وقت، فلما لم تتحرك الأمة كانت أسعد من أي وقت آخر، لأن الأمة لم تتحرك، فعلمت أن الأمة في سبات عميق. لا يتوقف إحراق المسجد بإحراق المنبر، وإنما المخطط كبير. اليوم بدأ حفر نفق جديد تحت المسجد الأقصى، هناك أكثر من 50 نفقا. اليوم سيبدأون حفر نفق جديد تحت المسجد الأقصى. الإحراق الواسع هو ضمن مخططات الاحتلال، هدم الأقصى هو ضمن مخططات الاحتلال، إقامة الهيكل هو ضمن مخططات الاحتلال. لا نريد أن نتكلم عن التقسيم الزماني والمكاني، فقد تم تنفيذه والأمور تسير كما يريد الاحتلال. إذن ماذا تنتظر الأمة؟ هل الأمة تقرأ سورة الإسراء التي تلاها أخونا القارئ قبل قليل؟ هل الأمة تدرك أن المسجد الأقصى جزء من دينها وعقيدتها ولا يجوز التفريط بذرة تراب منه؟ هل الأمة تدرك بأن النفير من أجل الأقصى واجب شرعي لا يسقط على مر الزمن؟ هل الأمة تدرك أنها إذا لم تنفر جاءها العذاب من الله؟ ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن العذاب موجود، عذاب الذل والهوان، عذاب احتقار الأمم لأمتنا، عذاب الضياع والتشرد والفقر والمجاعات الموجودة حتى في الدول الغنية من بني أمتنا. واسمعوا ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولما قال حتى ترجعوا إلى دينكم يعني أن الجهاد في سبيل الله دين وليس اجتهادا شخصيا تقول والله أنا يعني حسب القدرات والإمكانيات. القدرات والإمكانيات موجودة ومتوفرة، الإمكانيات المادية المالية البشرية العسكرية الاستشهادية موجودة، ولكن الأمة لا تقوم بهذا الواجب. ولذلك المسجد الأقصى لن يحرر بالدعوات ولن يحرر بالصلوات ولن يحرر بالتمنيات والأمنيات، وإنما سيحرر بالدبابات والمدافع والناقلات والاستشهاديين والاستشهاديات والمجاهدين والمجاهدات. غزة نفرت، فأين الأمة؟ لنا أن نتخيل في نفرة غزة في 7 أكتوبر، في نفرتها لو أن الأمة نفرت مع غزة وكانت فعلا طوفانا حقيقيا تلتحم فيه
الجيوش وتتلاقى فيه الصفوف ويقاتل المسلمون جنبا إلى جنب كأنهم بنيان مرصوص كما تقول الآيات. والله الذي لا إله غيره لو حدث ذلك فعلا لصلينا الجمعة التالية بعد السبت في المسجد الأقصى محررا، لأن العدو ها نحن نراه عدو جبان. وقلتها قبل قليل لبعض الإخوة، 67 حضرتها خلال يومين، كانت الدبابات تتسكع في شوارع غزة. الآن يحضرون خطة عسكرية تشارك فيها أمريكا وأوروبا وأعتى الجيوش وأكبرها بكل أنواع السلاح من أجل دخول أحد أحياء غزة، وهو حي الزيتون فقط. أحد أحياء غزة لا يستطيعون دخوله لأنهم يعلمون أن هناك أناس رجال شباب يتمنون الشهادة أكثر مما يتمنى هؤلاء الجنود الحياة، فهؤلاء هم أحرص الناس على حياة الذلة والهوان، ونحن بشبابنا الذين تربوا على مائدة القرآن نفروا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ونصرة لمسجده المبارك. إخواني الكرام، أولا أشكر الإخوة القائمين على هذه الحملة الطيبة، وهي أنشطة مهمة ومطلوبة ويجب أن تعم كل بيت مسلم في كل الدنيا. يجب أن يعلم الصغير والكبير ما الذي يجري في الأقصى وماذا يخطط هذا العدو في الأقصى، لعله يخرج من بين أبناء الأمة من يحمل الراية ويقود المسيرة ويسعى إلى التحرير، وما ذلك على الله بعزيز. حياكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبارك الله هذه الوقفة وهذا الجهد، وأسأل الله أن يكتبه لكم في ميزان حسناتكم. والله تعالى يقول مبينا أن هذه الوقفات وأن هذه الأعمال مكتوبة عند الله تعالى، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون نيلا إلا كتب لهم من العمل الصالح عند الله تعالى. اليوم يفتقد المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه، يفتقد أبناء الأمة، ونقف اليوم نحن لنقول لبيك يا أقصى. لن نترك الأقصى وحيدا، ولن نترك غزة وحيدة، ولن نترك فلسطين وحيدة. أحبائي، الوقفات التضامنية والأنشطة والمسيرات وحملات التبرع أو حملات التضامن وحتى القصائد والأشعار والكلمات، كل ذلك يكتب عند الله عملا صالحا، ويقود هذا العمل الإخوة العلماء. عندما يتحدث عامة الناس عن العلماء أين هم، ويتحدثون عن أولئك القوم الذين أفتوا وتحدثوا للأسف بعيدا عن العلم الشرعي، بعيدا عن الضوابط الشرعية، بعيدا عن النصوص القرآنية، فحرفوها ليقولوا لحكام التطبيع وحكام العمالة والذين يدعمون العدو فيفتحون له الأرض والسماء دعما بكل الوسائل. من حق الأمة أن تسأل
أين العلماء؟ لكن لا ننسى أن في الأمة نخبة من العلماء الذين لا يهدؤون، جهادهم وجهدهم مبارك. إخوة من العلماء في غياهب السجون لدى الأنظمة حتى لا يتأثر العامة بكلمتهم. لهذا أيها الأحبة، إن دور العلماء لا ينبغي أن يقتصر على حملة الدعم المالي، وإن كنا لا نستخف بذلك ولا نستهين بذلك، بل له الأثر الطيب. إن من أهم المواقف التي ندعو علماء الأمة والأئمة والخطباء أن يأخذوا دورهم في التعبئة والتحشيد وتحفيز الأمة للجهاد في سبيل الله. تذكروا كلمة الظاهر بيبرس وهو يقول: وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. هل تتوقعون أن النار تتوقف عند المسجد الأقصى؟ أو أن الإبادة تتوقف عند غزة؟ هذا العدو لا يخجل وهو يكرر على الملأ أهداف وجوده لتمتد حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. لا يخجل بذلك. سيكون هذا العدوان، هذه النيران، هذه الإبادة تمتد في عالمنا العربي والإسلامي. لهذا أيها الأحبة، لا ينبغي أن نتوقف عند هذه الكلمات، بل ينبغي أن تكون لنا نبراسا ندخله في كل بيت، في كل مسجد، في كل شارع، في كل مدرسة، أن يكون المسجد الأقصى حاضرا. أبناؤنا نبث فيهم الوعي لمخططات هذا العدو الذي لن يرحم هذه الأمة. حينما للأسف الشديد اهتم كل أهل بلد ببلدهم وقالوا لبنان أولا، وسوريا أولا، والأردن أولا، ومصر أولا، في تجزئة للأمة. إحراق المسجد الأقصى ينبه الأمة إلى الخطر العظيم. ذلك الأسترالي جاء من أستراليا لينفذ جريمته. الأمة واحدة فلا تجزئوها. وأهل غزة يتطلعون لا إلى الشاحنات التي تقف على الحدود، يتطلعون أن تدخل جحافل المجاهدين من كل حدب وصوب من أجل تحرير المسجد الأقصى. لهذا ينبغي أن تكون مجالس العلماء اليوم وغدا وفي كل وقت التخطيط للمعركة القادمة التي لن تطول بإذن الله تعالى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.